ما طار طيرا وارتفع غصبا عنه يطيح ويستوي مكبوس. وزيده لمعه بالسمن والزيت زيتون. على الصفرية نزلها الصقرين، بهارات حب بصل وثوم، وبهارات مطحونة. بدال الملح مكعبات مرقة دجاج. نص ساعة. طلع الدجاج بعد ما استوى، خلطة سمن وبهارات. وعلى الفرن ربع ساعة. وللحشوة بصل، سمن، زبيب، بهارات وزعفران. خلط يا مخلط والحشوة منتهية. يا اخي ملاحظ بالاستوديو ان الدخان بسرعة يختفي، شو السر؟ صرف شفاط روبام. روبام؟ شفاط روبام اللي من قوته ما ياخذ لك حتى الصحون يشلهن. اهم شيء انه ما يشفط الاكل. عدة سرعات وتايمر ولايت. بقوة 1200 والحلو الجميل فيها انه ما تزعجك لما تصور فيديو. سهولة التنظيف وهذه القطعة تجمع الزيوت. من نفس الشركة عندهم الطباخات والافران، كثير طباخات لكن المميز فيهن القطعة النحاس هذه والشعل الزرقاء اللي ما تحرق عليك الجدور، والزقاق هذا ترى اصلا ما ينكسر. هذا الفرن العقيب 3 في 1، فرن وقلاية هوائية وبخار. وترى المعرض متروس ما شاء الله شفاطات وطباخات زائد افران، نفس هذا ما شاء الله بقوة 1500 الاقوى فيهم، تقدر تختبر ما شاء الله قوة الشفط من فوقك، يبرد عليك والله. غسل العيش ونقعه نص ساعة، حط العيش، ماي ورد وزعفران. ثم نزل الحشوة. نار هادية ربع ساعة. هذا العيش الطير الاول وهذا الثاني. ننزل الحشوة. ولصناع المحتوى واللي حابين يطبخ داخل هذا الاستوديو، روبام مرحبا بكم. طبخ أحلى الوجبات. بسم الله. وروح.